بس أنا عايز أحذرك. إزاي تعرف إن ربنا غضبان عليك أو مش راضي عنك؟ من علامات عدم رضا الله عز وجل إنك ما تبقاش راضي عن الله. خلي بالك من الجملة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلو انت عايز تعرف ربنا راضي عنك ولا لا، شوف رضاك عن ربنا، رضاك عن أحوالك، رضاك عن ظروفك، رضاك عن الأمور اللي بتمر بيها. طب لو عايز تعرف ربنا غضبان عليك ولا لا، شوف انت غضبان ولا لا، شوف أحوالك انت مع ربنا، شوف انت مقامك مع ربنا ايه. طب نقطة ومن أول السطر، ربنا تعرف انه غضبان عليك امتى؟ لما تلاقيه بيبغض إليك الطاعة ويحبب إليك المعصية. أنا آسف، يوم ما تفرح بمعصية ربنا خاف على نفسك. كلنا بنعصي وكلنا مذنبون، ولو أذنبت 1,000,000 مرة الباب مفتوح، ارجع لربنا 1,000,001. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كلنا بنذنب، لكن لما تعمل الذنب وتلاقي نفسك زعلان قوي من الذنب وزعلان إن أنت عصيت ربنا، اعلم إن لسه فيك خير جامد قوي. ارجع، الباب مفتوح، إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن يوم ما تتباهى بالذنب وتفرح قوي بيه وتجد متعة في معصية الله، اعلم أنك سقطت من عين الله. نقطة كمان تعرفك ان ربنا غضبان عليك، لو رزقك مال حرام وبارك لك فيه. لما ربنا يغضب على حد يديله مال حرام. طب واذا اشتد غضبه عليه، ده حديث قدسي، إذا غضب الله على عبد رزقه مالا حراما، فإذا اشتد غضبه عليه بارك له فيه. ليه؟ لأنه ده اسمه الاستدراج الإلهي، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. احذر من غضب الله وابحث عن رضا الله، فهو أقرب إليك من حبل الوريد. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا رضا، وأن ينعم علينا برضاه، وأن يعيذنا من غضبه. اللهم آمين. شكرا جزيلا.